الو. ايه يا حبيب قلبي؟ ايه يابا؟ والله لسه قايم من العملية. الحمد لله الحمد لله، قدر الله ما شاء فعل. انت عارف بقى يا عم، انت عارف حاجة مرة. وسام قاعد معايا جاي تطمن عليا ولا خلصت كده؟ ماشي ماشي يا حبيبي، يلا سلام سلام. يا حس لسه قلت لك ما تعملش العمليه دي يا اسطى. ما انت عارف يا حسام، انا مراتي اي حاجه بتتمناها حسام لازم احققها لها. انا ما كنتش عارف اجيب الحته البرتقالي ديت اللي لو عملت كده يا حسام. ما انت الحاجات دي ما بتتعوضش. انا عارف بس انا عندي. زعلان عشانك. المهم بس الدكتور ما بعتش معاك بقيت حق الكليه. بعتها معايا. طب ما تجيب كده يا عم عشان لو كده اجيب له واحد تاني. بعدي معايا كده احسن. قال لي دي 10 جنيه. قال لي دي الباقي. بقى احسن. باقي الكليه. بقى احسن يعني الكليه بكام يا حسام كده؟ هو حاسب لي الكليه بكام يا حسام؟ هو قال لي كده اعمل ايه؟ انت جاي تسرقني يا حسام ولا ايه يا حسام؟ اداني الريسيت ده. يعني 10 جنيه وايفون 17 ده حق الكليه؟ ايوه بص انت شكلك جاي في نصب يا حسام وعايز تتضرب بقى يا حسام. استنى بس، انت عارف انت تعبان، انت تعبان. هو بيعمل كده ليه؟ اصل دي رابع صفقه يخسرها النهارده. وطالما بيخسر ليه بيرجع يتداول تاني؟ عشان في ناس كتير بتبقى مفكره ان التداول ده حظ، مش دراسه وتحليلات واحصائيات. لو حد عايز يفهم التداول ده صح وما يخسرش زيه يعمل ايه؟ الموضوع سهل جدا، كل اللي عليكي تعمليه انك هتنزلي ابلكيشن جورو تريد. ده ابلكيشن تعليمي لتعليم التداول سواء في سوق البورصه او في سوق العملات الرقميه. وانتوا كمان تقدروا تتعلموا تداول صح عن طريق منصه جورو تريد. جورو تريد له مميزات كتيره، منها ان تحليلاتهم نسبه نجاحها عاليه جدا اكتر من 80%، وده بيديك الثقه انك تبيع وتشتري وانت واثق من النجاح. اول حاجه لازم تعملها هتشترك على منصه جورو تريد. اول ما بتشترك المنصه بتديك دورتين مجانا، واحده للعملات الرقميه والتانيه لسوق البورصه. من خلال الدورتين دول هتفهم اساسيات السوق وازاي تتعامل معاه بمنتهى الاحترافيه. منصه جورو تريد مش منصه تداول، هي منصه لتعليم التداول بتساعدك في الفهم وان انت تكسب فلوس في نفس الوقت. وكمان عندهم فريق كبير جدا من الدعم بيساعدوك 24 ساعه طول ايام الاسبوع عشان تاخد قراراتك بمنتهى السهوله، هتشتري او هتبيع. تطبيق جورو تريد هو تطبيق تعليمي بيخليك متابع السوق لحظه بلحظه، وبيقدم لك تحليلات في منتهى الدقه والشفافيه عشان تقدر تختار قرارك سواء هتشتري او هتبيع. حملوا تطبيق جورو تريد وابداوا في تعلم التداول وكسب الفلوس. السلام عليكم، بدايه فيديو جديد ضرب نار. طبعا يا جماعه زي ما انتم شفتوا كده وتوقعتوا من السكتش اللي كان حاصل في اول الفيديو ان انا ناوي النهارده اعمل مقلب في ام معز. مقلب ان انا اتبرعت بكليتي او بعت كليتي عشان اجيب لها الايفون 17 البرتقالي الجديد اللي انتم شفتوه دلوقتي معانا ده. طبعا الايفون 17 دوت احنا هنجيبه في خلال الفيديو دوت اللي انتم هتشوفوه. هنروح نجيبه من عند عم وليد جبر اللي هو من اكبر محلات التليفونات في طنطا كلها، ومن اوائل الناس اللي جابت ايفون 17 عندنا هنا في طنطا. اي حد محتاج ايفونات، اي نوع تليفونات غير الايفون حتى هيلاقي عند عم وليد جبر. تمام. قبل ما نتفرج على اي حاجه بجيب لكم افكار مطرطشه وبخدم لكم الفكره. شاري شويه حاجات اهو مستلزمات، وجايب الايفون 17 اصلا اللي ما بقالوش شهر لسه نازل، وبصوا عامل ايه، كل حاجه واقعيه 100%. فقبل اي حاجه يا باشا لايكك، سبسكرايبك، تفعل زر الجرس عشان اول ما فيديو جديد ينزل لك يجي لك اشعار على طول. تمام. ويلا بينا نخش على الفيديو. دلوقتي يا اخواتي جينا عند عم وليد جبر عشان ده من اوائل الناس اللي نزلت ايفون 17 في طنطا كلها. وعنده طبعا كل انواع الايفونات وغير الايفونات كمان اللي انتوا عاوزينها. يلا بينا هنخش عليه جوه بقى، اسالوا على الايفون بكام وعنده الوان ايه، كل التفاصيل هنعرفها دلوقتي. السلام عليكم. السلام ورحمه الله. مساء الفل ابو حميد، عامل ايه يا حبيبي؟ السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. يا باشا هو ده الايفون 17 جديد. هو يا باشا ال 17 برو ماكس، الله جايب لك كل الالوان، الاورنج والسيلفر. الاورنج اهو. اقول لك على حاجه حلوه، عامل لك عرض مخصوص ليك بسعر وقسما بالله ما موجود في الكون كله. الحمد لله بفضل ربنا. وليد جبر في حسان بن ثابت اقل سعر في التاريخ. والله العظيم يا عم وليد هو في طنطا كلها. مليون مبروك يا روح.
مليون مبروك يا روح قلبي. بصوا يا جدعان الموضوع سهل ازاي. خد يا باشا حلال عليه كل حاجه تخيل. السعر يا عم وليد اقل من اي حد في الكون، انا بحولك بسعر بره. مش عايزين الناس تتخض بس قسما بالله اقل من سعر من اي انا حد. سالت بره بصراحه قالوا لي عليه ب 100 وب 110. يا باشا عندنا مفيش الكلام ده، اقل من 87,000 جنيه موجود تعالى. اقل من كام؟ من 87,000 جنيه. اقل من 87,000 جديد زيرو مش مستعمل. الراجل اللي قايل اهو وضمان، بديك عليه ضمان فوق الضمان، ضمان سنه من قبل وضمان سنه من وليد جبر. اللي هيجي يقول لك طب احمد شاور هتعمل معاه اعمل له خصم محترم قوي. واقول لك على حاجه حلوه، انت مش تاخد بقى ده لوحده، الدلع والحلاوه جايب لك شويه جرابات للجهاز ده، اللهم بارك بقى. يعني بص اللي بيقول عنده من ده اللهم بارك، تحفه التحفه. وده مكانك يا عم احمد، واي حد يجي من يمتك خصم محترم. طب انا هاخد الجرابات بقى يا باشا، خد كل حاجه. اقول لك على حاجه حلوه، انا جايب لك شنطه، نعمل حاجه حلوه. خد ال17، خد يا باشا ادي الشنطه، خد ال17. اخويا يا عم وليد اقسم. ايه ده ده ال17 هديك واحد البيت. ماشي يعني واحد ده واحد لمعز. ايوه يا باشا مبروك عليك حبيبي يا عم وليد. يا اخواتي اي حد عايز اي باقي قطعتين عشان خاطر ابو حميد اقل من 87,000 جنيه. وهيجيب لكم تاني الالوان التانيه اللي انا خدتها دي، هيجي تاني غيرها. اهم حاجه تتاكد ان على الختم، ان هي خلاص. اهم حاجه الختم، اوعى تنسى الختم بتاعنا. الله ينور يا عم وليد. حبيبي يا معلم الباشا. اي حد هيجي يقول ان هو تبع احمد شاور اشتري اي حاجه، مش لازم ايفون 17 بس. انا اوريكم الايفونات اللي بره في الباترينا وفي غير الايفونات. ومتاح من 7 بلس لحد ال 17 برو ماكس جديد ومستعمل الحمد لله بفضل ربنا. اقل سعر في الكون، اسال قبل ما تجيلي. عنواننا طنطا شارع حسان بن ثابت مع تقاطع المتوكل. اسم المحل وليد جبر. استناكم تنورونا. احلى عم وليد في الدنيا. ويلا بينا نخش على المقلب. طبعا زي ما انتم عارفين انا بفضل طول الاسبوع شغال مع عمر وقاعدين في القاهره، باجي يومين بس في الاسبوع اجازه. فالاسبوع دوت قلت لمعز ان انا مسافر القاهره مع عمر، وقلت لها روح اقعد عند امك عشان ما تزهقيش من القعده لوحدك في البيت، وسبتها هي تروح عند امها، وقعدت انا اخطط وتكتك للمقلب دوت براحتي وعلى كيفي عشان احبكه وعشان يتعمل عليها صح. هي بقى لها كتير عماله تندب عايزه تغير تليفون عشان ظهره مكسور، عايزه تغير تليفون عشان ظهره مكسور. فانا المفروض ان انا هفاجئها، هكلمها اقول لها ايه سيبي العيال عند امك وتعالي انت لوحدك عشان انا اجي، واول ما هتيجي هنا هفاجئها ان انا جبت لها ايه ايفون 17 جديد. بعد كده طب بقول لكم ايه، بدل ما احكي لكم تيجوا تشوفوا. يا معز يا معز انت فين؟ عند ماما. طب انا جيت بس. انا جيت منين؟ جيت من القاهره. ده امتى؟ لسه جاي من شويه، ما انا بقول لك اهو اما جيت اهو. ايوه انت بتقولي بعد ما جيت ليه ما قلتليش ان انت جاي؟ كنت روحت من اول اليوم وعملت اكل واستنيتك انا والعيال في البيت عشان اعمل لك مفاجاه بس، وبقول لك تعبان شويه يا ام معز. عامل لي مفاجاه؟ عامل لك مفاجاه والله، تعالي بس. مفاجاه متاكد ان هي هتعجبك موت موت موت. قول اقسم بالله. اقسم بالله اقول لك لونها حتى. لا سيبني انا ما اجي اكتشف يا احمد يا حبيبي. تعالي يا روح قلبي، تعالي. حاجه نفسك فيها بقالك كتير قوي. اذا جبت لي الباينابل اللي انا عايزاه. باينابل؟ ايوه مش انا وصيتك على واحده. لا الباينابل لسه مش موسمه دلوقتي، مش موسمه. ليه يا حبيبي؟ هبقى اجيبهولك في موسمه اما موسمه يجي بقى. طب ماشي خلاص، اجي اعمل من غير عيال؟ يا روحي يا روحي. خلاص انا هلبس واجي. ماشي يا روح قلبي. باي باي. وده حسام تعال. طبعا اخويا اللي مشارك معايا في المقلب النهارده اخويا حس البول اخوات الطرطشه. هيعملوا دور مهم معايا، اهم دور هيعملوا معايا النهارده لما معز تيجي ان هو هيحوش عني الضرب او هياخد نص الضرب. انا هتضرب نص الضرب معز وهو هيتضرب. بص انت هتضرب وانت ساكت تمام عشان دي معز. ماشي مش هينفع نتكلم طبعا. هي لو جت تضربني انت حاول تحوش، جت تضربك انا ايه هحاول احوش تمام. ما هو حبيبي يا قلبي، ما هو بس طبعا ده مش اي حد يشيله يعني. مش اي حد يشيله زي ما انت شايف كده. اول ما جبته رحت ايه حاطط عليه صورتي الاول فاهم، بس هو هي لما تيجي هو فاهمها ان هو بتاعها يعني، انا جايبه لها هديه بس انا حاطط صورتي بس كده عشان افرح بيه شويه يعني. بس البرتقاله ام خالد جابته يا جدعان، ام خالد جابته. هجيبه باذن الله على التيك توك. انت جبته خلاص. لا مش جايبه يا جدعان، ده لسه انا ما جبتوش بفلوسي والله، ده انا جايبه من عند عم وليد. عم وليد عامل معاه واجب كده ومدوني كده ايه شويه بس. المفروض طبعا ان احنا قاعدين مستنيين ام معز انا وحسام دلوقتي اهوت. والله معلق محلول وهو انت بتقول ليه وانت باكل ايدك. زعلان عليك والله. بتسكت اقعد ساكت يا عم انت ما بقتش حاجه. المفروض انا اللي باكل ايدي بس انا اللي بقول عشان ايه احبك التمثيليه يعني. لما تخش اقعد اقول فتحس ان في ايه كأن في حاجه غلط يعني. انا تعبان هعيط، انا بعرف اعيط. لا ما انت يا عم انت مش عايزك تعمل حاجه، انت بس هتبقى هتقوم معايا على عومي بس. انا لما اسالك على حاجه تقول ايه تقوم مجاوب بس. بس كده. ايه ده جد؟ طب مش خلاص بقى. يا مس ايه يا احمد؟ بس قلت لك تعبان. ايوه بس ما اعرفش ان انت معلق محلول. في ايه؟ والله جامد. في ايه وانت
بتصور ليه؟ ضغط تاني؟ معدتك رجعت توجعك تاني؟ هتلاقيك كلت حاجه يا احمد من هناك من الشارع. تقريبا هو حسام بس جاي معايا. جبت له ايه يا حسام؟ انا قايله له اصلا ما يجيبش اي اكل من بره. بس خليه يجيب لي عصير. عظيم يا رب من كل ذنب. انت جايبني ومش عارفه ايه ده انا كنت جاي اخرج. فاجئت ايه بس يا احمد؟ والله العظيم انا زعلت. بس كده اتفرج على الفيديو الحلوه دي. انا تعبان يا ابني، انت جاي بتشرب لك كوبايه هنا. انت اصلا جبت العصير ده منين؟ شاريه؟ حسام جابه من السوبر ماركت النجوم. حسام اقل منك يا حسام انا تعبان. طب المحلول ده هيخلص امتى ولا هتشيله امتى ولا انت تعبان تروح تكشف؟ كشفت طيب؟ يا بنتي انا عايزك تبص بس على الايفون. ايفون ايه؟ يا خرابي وقعت بلساني. جيب لك هديه ايفون. ما تهزرش يعني. والله يا لهوي انا كنت عايزك تتفاجئي انت لوحدك. انت عشان كده بتصور؟ خلي بالك بس عشان ما تهزرش يا احمد بقى، فكك من الشغل ده. بصوا يا جماعه، فاكرين قبل كده كان جايب لي موبايل وقاعد يقول لي ما اعرفش ايه، اصلا طلعت العلبه فاضيه. افتح لي علبه بس. لا يا اقسم بالله بتهزر. هتلاقي صورتي على الوول بيبر. انا بس حطيتها عشان بس ايه، قلت لك ان هو تليفون حقيقي وشغال وان هو بتاعي. خلاص انا اشتريته خلاص خلصت فيه. اقسم بالله صورتك دي ما هتتشال لاخر يوم في عمري. احمد اقسم بالله انت جبته لي. ام عز انت ام عيالي. انا لو ما عنديش اغلى منك ان انا حاسس بحاجه. طيب يا عم تعبان شويه بس. يا نهار اسود، انا والله العظيم مش عارفه اتبسط ولا ازعل ان انت، والله مش عايزه اتنطط عشان ما تفكرش ان انا مش شاغلني تعبان. مش شاغلك تعب يا ام عز. انا بتعب عشان مين؟ ما هو عشان انت وعيالك. بجد طب يا حبيبتي والله العظيم ما عارفه اقول لك ايه. بس انت سرقت ولا ايه؟ يعني جبت فلوسه منين؟ ده انا موبايلي مكسور. انت مش عارفه اغيره جرح اصلا. كويس. طيب كويس والله العظيم. جرح كويس. جرح ايه؟ جرح ايه؟ يا بنتي مفيش حاجه. ده هو بيتكلم عادي بيبقى قصده الايه يا تعب احمد؟ يعني. انت في حاجه؟ انت عملت حادثه يا احمد؟ يا بنتي والله ولا حادثه. طب قول لي يا حسام بالله عليك. طب هو ده بيصور ايه؟ انا مش فاهمه. بيصور اللحظات بتاعت الهديه. لحظات ايه بس؟ هديه يا احمد؟ ما تفهمني انت مالك يا احمد؟ انا والله العظيم زعلانه. هتقول لي في ايه اللي حصل له يا حسام؟ خلاص يا مش عايزه هديه والله. قول لي بنتي في ايه هو يا بنتي؟ في بس ايه؟ بتليفوني ما تشغليش دماغي. لا ما هو بيقول لك في حاجه. طب اقرا وريني. اقلع بس، اقلع وريني الهدوم. هو بيقول لك انت متعور. معقوله بس فاكر هو راكب السكوتر تلك جابت حته. راكب السكوتر يبقى اصلا مسافر بالعربيه. هو كان بيجيب حاجات بقى من السوبر ماركت دلوقتي؟ حاجه بسيطه يا بنتي. خلاص بقى معدى وفات بقى. طب وريني يا استمتعي بالتليفون يا ام عز. بقى ما يا ام عز جايب لك تليفون طب خد تثبتيه. لي حاجه يا جماعه. انت بتصور عشان انت يعني الهديه؟ بصوا يا جماعه بصي موبايلي اصلا عامل ازاي. اقسم بالله انا اصلا اول ما اشتريت ده ضربت هو برضه اللي فرتك يا كان فرتك. هو اللي كان ثابت عليا شاريهولي. والله. هو اللي كان شاريهولي وبعد شهر يعني ما كانش كمل معايا شهر حد اداني عيني يعني راح واقع متدشش كده. من ساعتها بقى مش عارفه اغيره. كنت بقول له ان انا عايزه اغير الموبايل. مش اغلى منك اجيب ايفون ال 17 الجديد. طب انت لا تعبان؟ ذات نفسي لسه شغال في 15 والله. لا يا يعني انا 15 وانت 17 ما شاء الله يعني. عادي انا وانت واحد مش فرق كتير. تقدر تنقل لي حاجتي اقدر انقل. دلوقتي ولا تعبان؟ لا والله تعبان شويه كده. بص يا ام عز، الحاجات ديت كل اسبوع الدكتور هيجي يغير له على الجرح. هو الجرح محتاج ان هو يتغير عليه؟ حاجات انا جايبها تعويره له. بسيطه تعويره بسيطه. ازاي احمد تعويره بسيطه وبتقولي هيتغير عليه؟ طب معلش يا حسام ممكن تعدي كده بس عشان اشوفه؟ بنتي ده قصده على جرح الكانو. لا لا انا مش الخرم فاهمة بتاع بجد يا الكانو أحمد، اللي في إيه بتغير حصل؟ عليها. طب وريني التعويره لو يا بنتي ملهاش لازمه. وريني وخليه بس يقفل. ملهاش لازمه. يقفل طب ماشي عشان ما ماشي. مش ينفعش لازم من الناس تشوف فوق. كده. مش لازم من فوق. لا. تحت ما هو اهي بسيطه. اهي ايه ده يا صغيره اهي. احمد ده؟ يا بنتي صغيره اهي. ايه ده يا احمد؟ وريني اهي طيب. صغيره اهي. صغيره؟ طب حد. طب ايدك إيه ده؟ طيب. طب ايه ايدك ده يا احمد؟ انت طيب. في حد؟ انت اتخانقت مع حد يا احمد؟ لا. امال ده ايه ده؟ وريني لو سمحت. ايدي طيب. وريني يا احمد وخلي ده يعني ما ينفعش ان احنا. هو في ايه يا احمد؟ ايدي طيب يا أم. انا عايزه افهم في ايه وعايزه اشوفك فانا مش عايزاه ان حد الناس تشوفك. فانا مش فاهمه في ايه يعني. فاهمها طبعا حسام عشان انا مش عارف والله فاهمها اجيب الموضوع إيه؟ ازاي. استغفر الله العظيم يا فاهمها رب. إيه احمد ده؟ بالله عليك ما تخنقني. فاهمها يا عم. بص بس يا انا مش أم عارف عز، اجيب لها الموضوع ازاي. هو عمل عمليه ازاي ده بس؟ عمليه ازاي ده؟ انت عملتها امتى وازاي بقى؟ انتوا عمالين تحوروا عليا ليه؟ انا نفسي افهم. زيدت ايه يا ابني؟ قول لها الحقيقه حسام خلاص. اقول الحقيقه؟ ايوه مش انت اللي قلت لي تعالى نعمل انا مصلحه. قلت لك يا بقى حبيبي. عشان فاهم، عشان خاطر ام عز بس يعني. يا جماعه ما حد يقول يا جماعه في ايه يا جماعه؟ بص يا ماشي. عز، ما عشان خاطر انا وانت وام عز عادي. يعني عشان ايه قسمنا عشان فلوس. انا قسمت معاك. ماشي قسمت. بص يا هو ام في ايه يا عز، احمد؟ ام عز هو انتوا تفضلوا تقولوا لي معز من هنا السنه أحمد الجايه؟ مش انا فاهم المصلحه دي. هنجيب لام عز ايفون 17 وانت هتاخد جزء فلوس وانا هاخد جزء فلوس. فسرقت واحد راح غزه صح كده؟ مش اخلاقي. مش اخلاقي والله. امال انا بعت حاجه بتاعتي. هو انا يعني قلت له بعت حاجة اقترحت بتاعته. عليه اقتراح. هو ما عنده كليتين فقلت له بيع واحده عشان تجيب التليفون. انت جبت سيره الجديد.
حسام؟ بيع واحدة ايه؟ انت جايب سيرة الكليتين ليه يا حسام؟ بيع واحدة انت ايه؟ وجعتني يا حسام. واحدة كلى، هو عنده 2 فخدنا واحدة، جبنا التليفون واتبقى فلوس قسمناها انا وهو بقى عشان المصاريف بتاعتنا بس، وكذا واحد اللي خد بقى قلب الكلية، في حاجات كتير حصلت يا معز والله، وده العلاج بس اهو. لا ثانية عشان انا مش فاهم، يعني ايه بيع الكلية؟ انت بتقول له يبيع كليته ولا ايه؟ انا مش فاهم. في مسكن يا حسام بالله عليك في القضية دي. احمد لا وريني كده هو. يا بنتي بالراحة بس. ده مسكن نستجيبه. ايه ده؟ اه ايه ده؟ نستجيبه مسكن. ايه ده؟ حسام قالوا لي كده، دي حقيقة. ايه دي حقيقة؟ حسام قالها لي. هو باع كليته؟ ايه دي بس عشان الحكومة. ايه ده عشان الحكومة؟ بعتها ازاي؟ يعني لو ايه؟ عرفت حاجة زي كده يعني هتحبسنا احنا التلاتة. يا نهار اسود ومنين انت بعت كليتك يا احمد؟ انت بتتكلم جد ولا بتهزر؟ ايوه يا بنتي هو اللي اقنعني. يعني ايه بعتها؟ هو اللي اقنعني. مين اللي اقنعه؟ حسام؟ قلت له يا ابني بلاش تعال نبيع اي حاجة. قلت له انت- تعال نبيع. قلت له تعال نبيع كليتك انت. قال لي لا. يعني ايه بعتها فين بعتها ازاي وامتى؟ احمد انا حاسه ان انا هتجنن، انت مجنون؟ يعني ايه اللي انت بعت كليتك هو ده بجد؟ اللي حصل، هو ده اللي حصل. طب اعمل ايه؟ يا نهار اعمل اسود ايه؟ اعمل ايه؟ حرام عليك انت هتبقي انت والكليه، هتبقي انت والكليه على حرام انت عليك. مجنون؟ مش قادر. ازاي تعمل حاجه زي كده؟ طب بالراحه طيب، بالراحه يا طيب. نهار اسود، انت بقالك عامل عمليه قد ايه؟ طيب. عامل عليه قد امبارح بالليل ولا اول امبارح بالليل؟ انا مش أول فاكر. امبارح. كنت واخد أول بالي. امبارح. انا فوق لقيت نفسي هو الوضع ده. قلت له حسام حتى انا قلت له هو في حد ما اصلا أكدتش- بيشتري الحاجات دي؟ انا ما اكدتش عليه ان انا هبيع، ما اكدتش عليه ان انا هبيع. انا لقيته خدرني وشالوني ولقيت صحيت لقيت نفسي هنا كده والموضوع خلص. يعني هم سرقوك؟ هم سرقوا منك حاجات؟ هو اتضايق بس بامانه اداني فلوس واداني وجاب لي الايفون اللي انت نفسك فيه. قال عشان انت مش تعرف يا ابو عز، عارف تروح تجيبه هجيبه لك انا. قال لي ان هم هيدوك $500,000 وبعدين بعد ما فوت من البنك قال لي ده انا كنت بقول لك نص مليون جنيه مش $500,000. الفكرة جات لي، انا شفت واحد. ده راجع ابو عز باص. اقسم بالله العظيم الكلام ده لو بجد انا هبهدل الدنيا وحياة ربنا يا احمد. حسام حسام. احلف بالله انتوا عملتوا كده فعلا؟ اه والله انا الفكرة جات لي منين؟ فكرة ايه ونيلة ايه؟ هو في حد اصلا بيعمل الحاجات عايز دي؟ أقول لك في حد فكرة. اشتروه؟ في حد اشتراه بجد؟ لا، تعرف لا، منين هم ما خدوش اسمعي، كبدك ولا خدوا منك اي حاجة؟ هم يا خدوا نهار كبدة، اسود ومنين انت اسمعي. عرفت منين هم ما خدوش اسمعي، الكبده خدوا ولا الكبدة الكلى؟ مش هبقى عايش، مش هبقى عايش. كبده مفيش منه الا واحد، الكليه في منها 2. هم خدوا كليه واحده هعرف بس. بقى؟ سووا بقيه أنا هعرف الحاجه. منين؟ هم سووا بقيه الحاجه. انا متاكد. انا حاسس ان انا ناقص كليه واحده بس الحمد لله قدر الله ما شاء فعل. اهم حاجة يا ام عز الايفون جالك اللي انت نفسك فيه. انا حتى ما اعرفش اسم الدكتور ايه ولا اعرف اي حاجه. حسام هو اللي عارف كل حاجه. حسام اللي بيتعامل في كل حاجه. مالك بس مهز فيها مواد. احمد انت بجد بتتكلم بجد؟ يعني ازاي اللي انت بتتكلم فيه ده؟ هو اللي اقنعني والله. ده مين ده اصلا؟ ده مين ده عشان يقنعك بحاجه زي كده؟ طب انت ليه بس بتعيطي؟ طيب دلوقتي انا مش قادر، انا مش قادر وانت بتعيطي. يا احمد انت مجنون يا احمد، وعايزة دي حته ايه؟ منك يا احمد عايزه فلوس عشان حته حديده ما تستاهلش اي حاجه. دي حديده دي انت وجع دماغي بيها ليل ونهار. عايزه لا تليفون جديد. لا عمري ما قلت لك تعمل كده ابدا، عمري ما قلت لك كده ولا ماشي، بالطريقه بس دي. كنت عايزاها. انا كل اللي قلت لك ان انا عايزه اغير موبايلي عشان موبايلي مكسور. حسام شوف الدكتور ده. حسام هرن عليه دلوقتي. شوف الدكتور ده اقول له انت عملت حاجه غلط ولا ايه؟ ده الوجع حاسس ان جامد انت قوي. تعبان؟ طب انت اصلا ايه اللي حصل ولا انت مين؟ هو الفكره حسام جه وراني فيديو واحد اسمه بوجي بعت لي. عشان كان قاعد بيشرب. ده من اول الناس اللي تعمل الموضوع ده. احنا بعناه وجبنا ليك الايفون عشان حاجة هو مفيدة. ايه؟ يعني هو الراجل كان طالع يقول ان هو كان بياخد مخدرات وباع كليته عشان ما كانش في وعيه، وانت انت يا عارفه في الموضوع، وعيك. انت عارفه الموضوع اهو. حسبي الله ونعم الوكيل فيه. أنا بقى- اقسم بالله العظيم بقول لك ايه، انا ايه ده؟ طب هو ده ايه ده؟ رن على الدكتور. انه اتخلعت ولا ايه ده؟ يا ازاي دكتور. مفيش حسام. دم؟ ايه شوف تعالى شوف كان له حسام كده معز مفيش اصلا حاجه خلعتها بتنزل. باين. ده باظت كده ولا ايه؟ باظت ايه؟ اصلا مش شغال. ايوه مين اللي عمل؟ انتوا جبتوا ممرض ولا انت اللي ركبت له الحاجات تلاقي دي؟ حد اللي ينزل الزرار. لقيت معناش فلوس فجيت. تلاقي حد ينزل معكوش الزرار. فلوس ازاي؟ معكوش فلوس وازاي بعتوا ما احنا عشان جبنا تبقى معاكوا الآيفون. فلوس؟ خد حطيت التليفون في الانستا، حطيت فلوس حطيت فلوس في حساب البنك. ايوه دكتور. كده؟ اصبري طيب يا معز. احمد انت شكلك بتضحك عليا. هضحك عليك. انت شكلك بتضحك عليا. معز هو اللي اقسم بالله العظيم كليتي وريني مباعة. سوري طيب. وريني والله العظيم يا احمد. لا لو ما لا هدب بايدي اطلعها من جوه. شيل ايدك. هشوف مش هعمل لك حاجه. حسام الحقني الحقني يا حسام الحقني يا حسام. عايز حاجة؟ يلا اطلع بره. ايفون مش عشان مش ولا بتاعك. موبايلك ده هيتاخد ولا ده هيتاخد. ايفون مش بتاعنا. يلا امشي. يلا امشي، ده انت حيوان.
لايك وسبسكرايب وفعل زر الجرس. ما تنسوش اللايك والسبسكرايب وتفعل زر الجرس. لو عجبكم المقلب قولوا لنا في الكومنتات عشان نعمل لكم مقالب تانية كتير. معز وربنا الايفون ما بتاعنا وقسما بالله ما بتاعي، والله العظيم ما بتاعي بالله عليك. ماشي خد اهو. بالله عليك هترجعه صح. مش اهم حاجه طمنتي ان انا كليتي. امشي يلا امشي. ايه ده؟ خدته ولا ايه الخفافه دي كده؟ ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده؟ افتح كده ايه ده؟ الباب. طب افتحي كده يا معز بعد اذنك. معز مش بتاعنا. المحفظه بتاعتي جوه التليفوني. التليفون مش بتاعنا. ها احمد لو ما مشيتش من هنا هتصل بالحكومه اقول ان انتوا بتهجموا عليا. طب يا معز مش هينفع التليفون دي سيبتيه برتقالي. التليفون عليه صورتنا احنا. التليفون عليه صورتي انا. الحكومه لو جت اصلا هتاخده منك انت. معز معز تعالى. ما تنسوش اللايك والسبسكرايب وفعلوا زر الجرس وقولوا لي في الكومنتات لو مقلب عجبكم عشان اعمل لكم مقالب تانية كتير من النوع ده. اشوفكم فيديوهات جايه كتير. سلام. ما تنسوش تعملوا سبسكرايب عشان تفضلوا من قلبي قريب ونوصل ل 100 مليون مشترك.